السلام عليكم واحلى تحية حب لاحلى متابعين. النهارده هوريكم تحفظي الليمون لو كان كبير او صغير، تحفظيه بطريقه سهله وبسيطه حتى لو من بره التلاجة. هتجيبي الكميه اللي انت عايزاها كده، وانا بوريكم بس مش عامله كميات ولا حاجه، بس بعرفكم الطريقه. تجيبي الليمون الكبير او الصغير براحتك خالص، ويفضل الكبير لو هتجيبيه تعمليه كده يقعد معاكي فترة كبيرة. ممكن تقطعيه، مش تقطعيه زي ما انا مقطعيه حتت صغيرة. لما تعوزي حتة بس تاخدي قطعة، او تعمليه زي ما انا عاملاه كده. تمام، 4 تربع كده زي، بس مش للاخر. وبتعملي الكمية كلها اللي انت هتعمليها. طبعا بقى لو هنجيب ايه عشان نحفظه بيه. وعندنا حاجتين. اول حاجة الملح اللي احنا هنشتريه لازم يكون ملح بحر او صخري، فيكون خشن. الملح بتاعنا يكون نوع كويس، ونجيبه كده ونحطه في قلب، نملي بيه الليمونة بتاعتنا. نفتح الليمونة ونحط فيها الملح بتاعنا من البحر. بعد تعمل كل الكمية كده نحط الملح جواه. تمام، لازم يكون ملح بحر يا جماعة. الخشن دوت بيتباع في السوبر ماركت، بيكون نضيف وكويس ومتعبى يعني للأكل وكده. نفضل نجيب النضيف، ما نجيبش من عند العطار، عشان اللي عند العطار ده بيبقى للمسح والحاجات دي بنرشه في البيت خلاص. وبنحطه في اي برطمان ازاز معقم، كمية بقى اللي انت عايزاها خلاص. كوني عصرة نص كوباية كده من الليمون بتاعنا اللي انت شايفاه ده. انت ممكن تقطعي الليمون زي ما قلت لك وتحطي بين الليمون كل، ممكن تقطعيه وتحطي عليه نص البطرمان معلقة كبيرة ملح، وتملي البطرمان كمان وتحطي عليه معلقة ملح البحر. تمام، بعدين بقفل البطرمان بتاعي، وممكن تتحفظ بره التلاجة او جوه التلاجة، مفيش اي مشكلة. لما بتحبي تطلعيه بتاخدي منه، ما بيجرالوش اي حاجة خالص. يا رب تكون الطريقة اللي انا بقولكوا عليها دي تعجبكم وتجربوها. غير الطرق الكتير اللي عاملينكم قبل كده كطريقتين او 3 في فيديو. تحفظيه برضو في الفريزر ازاي وفي التلاجة ازاي. ان شاء الله لو حابين تتفرجوا وتشوفوه، دي طريقة سهلة برضو. قلت اوريها لكم. حطيت عليه عصير الليمون وهقفل البطرمان بتاعي، وخلاص كده تحفظيه في التلاجة او بره التلاجة، مش اي مشكلة خالص، مجروش اي حاجة خلاص. يا رب تكون الطريقة عجبتكم وجربوها وتقولوا لي في التعليقات ايه اخبار الطريقة دي معاكم. متنسوش بقى يا جماعة لايك وشير واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو بإذن الرحمن. واستودعكم الله، السلام عليكم.